مشاهدينا الكرام، إحدى من القطاعات النادرة التي تم عرضها في قسم التاريخ القديم وعصور الوسطى للمتحف الوطني هو قالب خشبي لطباعة القماش. الطباعة القماش هو نوع من الأنسجة القطنية المرسومة يدوية، وفيه تستخدم الأصباغة الطبيعية فقط. تعد هذا الفن من أقدم الحرف التقليدية للشعب التاجيكي، ولا تزال رائجة بين الناس حتى اليوم. كان يستخدم الفنان في هذا الفن باستخدام من الألوان الحمراء والسوداء والصفراء بقوالب خشبية منقوشة. إحدى منهم قالب خشبي الذي يؤكس بأبيات الشعرية، وهي تحمل مضامين تربوية عميقة كتب عليها بيت من شعر الشاعر التاجيكي العارف عطار نیشاپوری، وهو باللغة التاجيكية: هر کی مهمان را بروی تازه دید، از خدا الطاف به اندازه دید. ويترجم هذا البيت باللغة العربية هكذا: من أتى الضيف بوجه نظيف نال من الله خيرا لطيف. يوجد في هذا القالب الحروف المنقوشة بشكل مقلوب، فعندما يقوم الفنان بغمس القالب في اللون ويطبعه على القماش الأبيض، ثم تظهر الكتابة بشكل صحيح وواضح. أعزائي المشاهدين، إذا أنتم ترغبون لرؤية هذا القالب الخشبي واكتشافات أثرية أخرى عن القرب، فندعوكم لزيارة المتحف الوطني.